في يوم من الأيام قرر الحكيم جاندي إنه يسافر بالقطار، بس كالعادة قرر يتأخر. وصل للمحطة وهو بيجري وهو بيزعق لنفسه: مش ممكن يا جاندي، هتفضل دايما آخر واحد يوصل؟ لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. ولما لمح القطار لسه واقف عينه لمعت وقال: فرصة عمري. وبدأ يركض بكل قوته، والشنطة بتتشقلب ورا ظهره، والناس بتتفرج عليه كأنه بيجري في أولمبياد مش رايح يركب قطر. وصل للقطار والباب بيقفل، فقرر يعمل حركة أفلام الأكشن. قفز قفزة أسطورية، بس وهو بيطير في الهواء فردة حذائه طارت منه وكملت لوحدها في اتجاه تاني كأنها بتقوله: أنا خلاص زهقت. ولما استقر في القطر قام وخلع الفردة التانية. الناس بصوا له كأنه فقد عقله. قام رماها هي كمان من الشباك. واحد سأله: يا عم جاندي، انت بتعمل ايه؟ قالوا جاندي بكل جدية: يعني أنا ألبس فردة واحدة وأبقى مهرج؟ كده أي حد يلاقي الفردتين يقدر يلبسهم ويكمل حياته. أنا كده أنقذت رجلين. ضحكوا كلهم، بس بصراحة